كيبدا الفيلم في عام 1755. كان جورج واشنطن راخيها ومجبد في واحد العربه، حتى على غفله كتسمع ديك بوم، خرج بالزربه مخلوع ولقى المعسكر مرون. الجنود ديالو شي كيتيري بالسلاح على الفرنساويين وشي كيعالج في الجرحى. وعاوتاني جورج واشنطن غيتزقل وما كناش نشوفوا وجههم طبعوا في الدولار. هز جورج البندقيه ديالو وفهم باللي المعسكر ديالو طرا ليه مطر الفار فاش ياكل الفرماج ديال الدار. وملي جات عينو في واحد العسكري من الفرنساويين، جورج ما عطلوش وبقى كيقول الخلعات لقي مني، خلعات لقي مني، خلعات لقي مني. ركب فوق العود ديالو ومشى لجهه واحده اخرى في لقاها مرونه عاوتاني. بغا جورج يدخل عليها ولكن كيش قال لي بلي الجنرال عطى الاوامر بالانسحاب الكامل وان الفرقه ديالو كاينه في الخطوط الاماميه. ولكن جورج ما بغاش ينسحب وعرف بلي هذه هي ضربته. وكيرجع بين الفيلم قبل 12 عام في فيرجينيا. حضر جورج ملي كان بريش لعرس بوه، تما تلاقى بخوه من بوه اللي سميتو لورنس واللي كان ناقي في البحريه الملكيه. عطى لورنس لجورج واحد البوصله كانت ديال بوهم وشرح ليه باللي تعين قائد الميليشيات فيرجينيا وبالتالي خصو يجمع المتطوعين لهاد الميليشيا. سمع جورج باللي رجال واشنطن كيموتوا صغار واعتقد باللي هاد التسميه ملعونه، وكان حتى هو ما راضيش على الوضعيه حيت مو ما بغاش تصيفطو للمدرسه يقرا وخاصو يبدا يخدم فلاح باش يعاونها ويعوض بلاصه بوه. وملي قال لها جورج باللي هو ما باغيش هادشي فكروا لورنس باللي هذا هو اللي كيطلبوا الواجب. تجاهل جورج هضرات لورنس ومشى للمدرسه رغم انها كانت بعيده بجوج كيلومتر. ومن بعد لحظات رجع جورج للدار وبدا كيقطع في واحد الشجره بعصبيه. ملي حاولت الام ديالو ماري تكالميه غوت جورج في وجهها حيت المدرسه رفضت تقبله بطالب منها وقال لها باللي هو ما عنده والو. ولكن ماري فكراتو باللي عندهم ضيعه على قدها وعبيد خاصهم يوكلوهم وجيب خاوي خاصهم يعمروه، وبحكم انه الولد الكبير فهاد الشيء كامل من المسؤوليه ديالو. في العشيه لقى لورانس جورج كيبكي قدام المدفأة وقرر يعطيه كتاب على السلوك الحسن باش يتعلم كيفاش يكون راجل نبيل، وزاد سلفو شي كتوبه اللي كيعتبرهم ضروريين للقرايه ووعدو يعلمو باش يعوضوا على الدراسه اللي غتفوتو. بداو الخوت بجوج كيدوزوا وقت بزاف مع بعضياتهم وتعلم جورج كيفاش يدير مسح الاراضي والمبارزه بالسيف والشطرنج وركوب الخيل وكيفاش يتعامل مع الطبقه الارستقراطيه. في عام 1753 حاول جورج يلتحق بالجيش البريطاني من بعد ما بقى كيصيفط الرسائل لعده شهور، ولكن الطلب ديالو ترفض حيت ما كانش قادر يخلص ثمن الرشبه ديال الرايه وما كانش كيمتلك الارض وما كانش عنده تعليم رسمي، وطلبوا منه يحبس ارسال الرسائل والتحق بالميليشيا. في العشيه حاول جورج يحضر واحد الحفل مهم في قصر بيلفوار ولكن منعوه يدخل حيت ما كانش عنده دعوه. وفي الوقت اللي كان كلشي مشغول تسلل جورج من اللور ودخل من باب الخدامه، ومن تما بداو الخادم كيوجهوه ويشرحوا له كيفاش يدخل القصر. ملي وصل جورج للساحه الرئيسيه شافته صالي اللي كانت من عائله مول القصر. في الاول دارت فيه ولكن في الاخر اعترفت ليه باللي حتى هي كتحس براسها ما كتنتميش لهاد البلاصه وانها تاثرات بهدرته، وواخا هكاك رفضات الدعوه ديالو للرقص. من بعد اندمج جورج وسط الناس وبها الرائد كاج بالمعرفه ديالو بالحرب، ولكن وليام حقر وسخر من المكانه ديالو. من بعد شاف جورج واحد الشخص طالع في الدروج كيزرب وتبعو حتى للمكتبه. هذا الراجل كان هو توماس مول هاد الضيعه. توماس عجبو جورج من خلال الهضره ديالو بالاداب وقدر يقنعو يسلفو واحد الكتاب. وملي تطوع جورج باش يمسح ويرسم خريطه لمنطقه اوهايو عجب توماس لدرجه وافق يخدمو معاه. ومن بعد تلاقى جورج في واحد الحانه بصاحبو القديم كريستوفر اللي حتى هو كان كيمسح الارض. طلب جورج من كريستوفر يلتحق به في الرحله ديالو لاوهايو ووافق كريستوفر واحتفلوا بجوج مع بعضياتهم. بدا كريستوفر وجورج الرحله ديالهم مع بعضياتهم عبر اوهايو واستمتعوا بالمناظر الطبيعيه الخلابه. وكان جورج كيبقى يكتب لسالي باستمرار باش يعاود لي على كاع العجائب اللي كيشوف. سالي عجبوه الرسائل ديالو ولكن كريستوفر كان كيشوف باللي جورج داخل في معركه خاسره حيت هي اعلى منه في المكانه الاجتماعيه. من بعد 3 شهور كانوا بجوج غادي يتجمدوا من البرد بسبب تولوج الكتيفه ولاو كيتسائلوا واش خاصهم يرجعوا حيت حتى الخيول ديالهم كانت قريبه تموت. وعلى غفله لقاو راسهم محاصرين بافراد من قبيله مينغو ومن بينهم الزعيم ديالهم تانا كريسين اتهمهم بمحاوله سرقه الارض، ولكن جورج اكد ليه باللي غير مساحين ووراه الخدمه اللي كيديروا. من بعد خداهم تانا كريسين لعمق الغابه وكشف لهم باللي الفرنساويين بناو حصن في المنطقه. من بعد هذا الشيء قرر جورج وكريستوفر يمشيو في النهر بواحد الباطو بدائي حيت كانت هذه اسرع وسيله باش يرجعوا لبلادهم. ملي شافوا واحد الشلال قدامهم حاولوا بكاع جهدهم يجدفوا ويرجعوا للبر ولكن التيار كان قوي بزاف وبالزربه جرهم للماء المتجمد. ومن بعد مجهود كبير قدروا يعوموا ويرجعوا للبر، ولكن اكتشفوا انهم واحلين فوق جزيره صغيره
وسط النهر. دازو ساعات وبقاو بجوج ملصقين ببعضياتهم باش كل واحد يدفي الاخر، وكانت الوسيله الوحيده قدامهم هي يعوموا عبر النهر، ولكن ما كانش عندهم القوه الكافيه باش يوصلوا للجهه الاخر بلا ما يقتلهم البرد. ومن زارهم غادي يتجمد النهر وقدروا يمشيو فوق الجليد. ومن بعد فتره كان جورج كيعاود لورانس على الحصن الفرنسي، وبقى لورانس غير كيكحب حتى اكتشف جورج باللي مصاب بالسل، وهذا الشيء كيعني باللي قريب غادي يتفنى. وحيت لورانس ما بقاش قادر يسافر بهذه الحاله ولا على عاتق جورج هو اللي وصل ليه الخبر. في النهار اللي من بعد تلاقى جورج بنائب الحاكم روبرت باش يعاود ليه على الحصن الفرنسي. بغى روبرت من لورانس يقود حمله باش يجبر الفرنسيين ينسحبوا، ولكن جورج شرح ليه باللي خوه مريض وبغى يعوضه، وعطاه حتى واحد رساله توصيه من لورانس. وافق روبرت وعين جورج رائد في الميليشيا. وملي سول جورج واش غادي يخلصون في الاجر ديال الضباط البريطانيين في الجيش الملكي، اعتبر روبرت السؤال اهانه. قرر جورج يتطوع، وقبل ما يبدا المهمه ديالو مشى زار سالي اللي قرات الملاحظات ديالو من رحله وعجب الاسلوب الشعري ديالو. اعترفت سالي بانها خايفه تاخذ قرارات غالطه وفكرته بالواجب ديالها. في النهار اللي من بعد خرج جورج مع الميليشيا اللي جمعها كريستوفر، وكانت مكونه من خارجين عن القانون ومدنيين وعبيد وحتى بعض الوطنيين. وملي وقفوا باش يخيموا في الليل رجع العود ديال الكشاف ديالهم بوحدو، وبالزربه حاصر تانا كاريسون ورجالو المعسكر. من بعد ما اسروا الكشاف تاكر اكد لهم جورج باللي ما باغيين حتى مشاكل، وانما غير باغيين يطردوا الفرنسيين. تانا كاريسون ما كانش كيحمل الفرنسيين حيت قتلوا بواه، وداك الشيء علاش وافق يرشد الميليشيا للحصن. في الصباح اللي من بعد وصلوا الرساله للضابط جوزيف اللي ضحك في وجه جورج، ولكن واخا هكاك عرض عليهم العشاء. من بعد ما سالاو الماكله اشار جوزيف باللي البريطانيين صيفطوا جورج بهذه الرساله باش يكون عندهم كبش فدائي الا فشلت المهمه، وحلف جوزيف باللي الفرنسيين عمرهم ما غادي يمشيو. فرد عليه جورج باللي غادي يجبروهم على هذا الشيء، ولكن جوزيف ما كانش خايف من الحرب وطرد الميليشيا. من بعد طلب جورج من الفريق ديالو يرتاحوا بينما هو غادي يتقدم بوحدو. ملي سمع روبرت الخبر طلب من جورج يكتب جميع المعلومات اللي عنده باش يقدمها للمجلس في الصباح. طلب جورج يرتاح ليله قبل هذا الشيء، ولكن الطلب ديالو ترفض. وبينما كان جورج خدام شاف لورانس الملاحظات ديالو وصفها بانها تصعيد خطير، وتساءل علاش الجنود الاكفاء ما كيديروش هذا الشيء. وبحال جوزيف استنتج باللي البريطانيين كيستغلوا خوه، الا نجحت المهمه غادي ينسبوا الفضل لراسهم، والا فشلت غادي يلوموا المستعمرين. نشب نقاش حاد بيناتهم حيت جورج رفض يبقى في الدار بلا خدمه وخرج معصب ملي فهم باللي خوه ما كيتيقش فيه. في النهار اللي من بعد مشى جورج عند سالي لواحد الحفله وقدر يقنعها تشطح معاه، ولكن قاطعهم ويليام اللي حاول مره اخرى يتمرقن به قدام الناس، وتطوع يسلفوا جوج من العبيد بحال الا دار معاه شي زوين كبير. تدخل توماس باش ينقص من التوتر وهنأ جورج على الرتبه ديالو، وكشف ليه باللي ويليام وسالي مخطوبين. جورج ما قال والو، تمنى ليهم الخير ومشى. وملي وصل المعسكر الميليشيا قرا قرار المجلس كان خاصهم يتصرفوا بشكل دفاعي، ولكن الا حاولوا الفرنساويين يديروا شي حاجه خاصهم يدافعوا على راسهم. الميليشيا ما عجبهاش هذا الشيء حيت كتعتبر بمثابه اعلان حرب صريح، وواخا هذا الشيء ما صيفطوا معاهم حتى شي جندي حقيقي. بغاو شي وحدين منهم يمشيو حيت كانوا شادين لانتريت باش يوصلوا رساله كتمنعهم من القتال، ولكن جورج وضح لهم باللي الا داروا هذا الشيء غادي يتعرضوا للجلد بتهمه الفرار من الخدمه. كانوا جوج رجال غادي يضربوه، فغوت جورج وجههم وفكرهم باليمين اللي قسموا وباللي هذا هو الواجب ديالهم. في ديك اللحظه وصل تاكر مع اخبار مهمه. فرنسيين عندهم معسكر جديد على بعد 5 اميال من تما. استنتج تانا كريسين باللي كيقلبوا على ارض باش يبنيو حصن اخر، ووافق جورج ياخذ المجموعه في مهمه استطلاع بسيطه، ولكن غير قربوا من المعسكر الفرنسي تيرا واحد منهم وسط الظلام وقتل واحد الضابط. بقى جورج مصر على ان الرجال ديالو يبقى في المواقع ديالهم، ولكن الفرنسيين بداو كيتشيريو، فردات عليهم الميليشيا حتى هي. ندافع السكان الاصليين القدام باش يدابزوا باليدين، وهذا الشيء ما كانوش الفرنسيين متوقعينه. شاف جورج في هذه اللحظه فرصه مناسبه، واما رجالو تقدموا حتى هما بالزربه بداو بجوج بهم كيفقدوا الجنود ديالهم في كل ثانيه كدوز. وتصاب جوزيف برصاصه في رجلو. حاول جورج يحط رجالو ياسروا الجنود ماشي يفنيوهم، ولكن تجاهلوه. وملي كان واحد الجندي فرنسي غادي يتيري عليه ما لقى جورج حتى خيار اخر من غير انه يقتلوه. من بعد طيح واحد الفرنسي جورج الارض وكان يفنيه، ولكن كريستوفر قدر يطيحه قبل ما يديرها. وفي هذا الوقت اثر تانا كريسين ورجالو جوزيف وقتلوه، بقاو كيضربوا بالفاس حتى فناوه. من بعد سيطرت الميليشيا على المعسكر الفرنسي وبداو كيبنيو الحصن ديالهم الخاص. في واحد الرساله وضح جورج باللي ما عرفش شكون اللي طلق الرصاصه الاولى وكيخاف تكون الحرب وشيكه، وطلب من البريطانيين يصيفطوا التعزيزات، واشار بعد الرجال باللي هاد
هذا الموقع غادي يخلي الحصن هدف سهل ملي توقع الفيضانات في المنطقه، ولكن جورج ما كانش عارف شنو كيدير. في الاخر وصلت مجموعه من الجنود البريطانيين بقياده الكابتن جيمس للحصن، ووضح لهم باللي جاو كتعزيزات حيت خو جوزيف قرب يوصل بجيش وباغي ينتقم. اصدر روبرت بيان كيرقي فيه جورج لرتبه عقيد، ولكن جيمس ورجالو رفضوا ينفذوا الاوامر ديالو. في العشيه بدات الشتا كطيح وبدات الميليشيا بالزربه كتحفر خندق. طلبت انا كريسين المساعده من قبائل اخرى، ولكن بعض القبائل رفضت تدخل الحرب، بينما قبائل اخرى دارت تحالف مع الفرنسيين. وملي اعلنت انا كريسين باللي غادي يمشي، فكر جورج باللي قتل جوزيف هو اللي شعل فتيل هذه الحرب. ولكن تانا كريسين ما تسوقش، كان كيتمنى الفرنسيين والبريطانيين يقتلوا بعضياتهم باش يقدروا السكان الاصليين يسترجعوا الارض ديالهم. ومن بعد قال كريستوفر لجورج باللي الخندق ما خدامش وما عندهمش المؤن الكافيه. بغى كريستوفر من جورج يعترف باللي اختار البلاصه الغلط ونقلوا المعسكر باش ينقذوا الارواح، ولكن جورج رفض. في الصباح بقات الميليشيا منشغله بتصريف المال اللي تجمع في الخندق. قال جيمس لجورج باللي هو قائد فاشل وتحدى السلطه ديالو، ولكن فجاه تصاب برصاصه في ظهره، واتضح باللي الفرنسيين مخبين بين الشجر وباقين كيتيريو على الحصن، وكيف اني واحد مور واحد. امر جورج رجالو يردوا، ولكن الفرنسيين بداو كيتيريو من كل بلاصه وما بقى حتى شي بلاصه امنه باش يوقفوا فيها. وفي الوقيته اللي افراد الميليشيا كيطيحوا واحد مور واحد، طلب جورج من كريستوفر يقسم القوات. كان مصمم يكمل القتال، ولكن الفرنسيين خرجوا من الدفاع ديالهم وبداو كيقتلوهم بوتيره اسرع. ما بقى قدام جورج حتى اختيار، وعطى الاوامر باش ينسحبوا لداخل الحصن. وبينما بدات الميليشيا كتهرب، اندفعت القبائل المتحالفه مع الفرنسيين مستغلين الخندق اللي عمر بالماء. وملي دخل اغلب افراد الميليشيا للحصن، اضطروا يسدوا البيبان وخلاو في الاخر غير عدد قليل من الرجال على برا. ومشكل على مشكل، الشتا حتى هي بدات كطيح والبارود عمر بالماء بزاف لدرجه ما بقاش صالح يتيريو به. طالبوا من جورج يعترف بالهزيمه، ولكن امرهم يكملوا القتال. وكانوا الحيوطه ديال الحصن رقاق بزاف، ولا القرطاس كيخترقهم ويقتل الرجال، ومن بينهم كريستوفر. جرى جورج لعند صاحبه اللي كان كيموت وشاف الموت دايره به من كل جهه، فسمح اخيرا لواحد الجندي يرفع الرايه البيضاء للاستسلام. في ديك الليله تحرق الحصن كامل، وصيفط الفرنسيه رساله كيقدموا فيها سبق الانسحاب المتبادل. غادي ياخذوا المدفعيه ديال الميليشيا، وخاص جورج يتحمل مسؤوليه موت جوزيف. عرضوا واحد الجندي بريطاني راسو باش يكون حارس، فوافق جورج على الصفقه. وبينما كانوا رجالو كيغادروا، حفر قبر كريستوفر اعتذر ليه. من بعد بدا روبرت كيغوت في وجه جورج وكيحملوا مسؤوليه اشعال الحرب. اعترف جورج باللي ما كانش مؤهل للقياده واستقال من المنصب ديالو. من بعد رجع جورج للدار وعرف باللي لورانس توفى، ومن شده الغضب والحزن شد الفاس وبدا كيضرب به واحد الشجره. كتقول ليه ماري باللي لورانس كان باغي يحتفظ بالمذكرات ديالو، وباللي داكشي اللي وقع ماشي الغلط ديالو. ودابا ولات كتعرف انها كانت قاسيه عليه، وداكشي علاش حتى هو ولا قاسي على راسو. كتشرح ليه ماري باللي الفشل درس من عند الله والتعلم منه كيجيب الحكمه. ملي سولها جورج واش خاصو يرجع للحرب، شجعته ماري على هادشي. في ديك الليله قرا جورج مذكرات لورانس ولقى رساله كان كاتبها ليه. اعترف خوه باللي كان غلط وان جورج كان على حق، حيت العالم قابل للتغيير. وفي عام 1755 تلاقى جورج بالجنرال ادوارد ولقى جيش خدام معاه. طوع جورج باش يكون المساعد الشخصي ديال ادوارد، ولكن ادوارد شاف باللي ما كاينش داعي لهذا الشيء حيت عنده سلطه كبيره بزاف من غير الميليشيا، وبالتالي الفرنسيين غادي يكونوا لقمه سائغه قدام الجيش ديالو. جورج بين مباشره المعرفه ديالو بالمنطقه باش يبين ان بعض المعلومات اللي عند ادوارد غلطه، وكيش اكد ليه هذا الشيء. فوافق ادوارد ياخذ جورج معاه كمساعد. من بعد شي ايام توقفت الرحله ديالهم حيت كان الطريق مسدود بالشجره، وبينما كانوا كيتسناو الفريق يحيدها اكتشف جورج باللي كاينين هنا بعض الرجال من الميليشيا القديمه ديالو، وبلا ما يتردد بدا كيعاونهم في قطع الشجره. استنكر كاش كيفاش واحد عسكري يقدر يكون صديق مع هاد الناس، ولكن جورج ورجالو تجاهلوه. اعتذر جورج للفريق القديم ديالو على داكشي اللي وقع، واعترف باللي هو ما داير ليهم. في ديك الليله نصبوا المعسكر ديالهم، وتفاجئ جورج من اللي شاف العبيد، واتضح باللي عائله توماس صيفطاتهم باش يقاتلوا في بلاصتهم. سمعوا شي موسيقى وتضايق الفريق ملي اكتشفوا باللي كيهزوا حموله زايده، حيت ادوارد جاب معاه البيانو ديالو. ومع استمرار الرحله كان جورج كيخدم بجهد باش يعاون الفريق يحرك العربات وسط الغيص، وكان كيبقى سهران كل مره كيحتاجوا ادوارد باش يدون الملاحظات. وفي الاخر جورج عيا لدرجه انه غيب، وشخصاته ممرضه بانه مصاب بالدوسونتاريا. وبلا ما يخليه يرتاح فيقو كيج وقال ليه باللي قربوا يوصلوا للحصن، ووراه خطه الهجوم. جورج ما اقتنعش بالخطه وطلب من كيج يراقب الشجر، ولكن ما قدرش يرافقه باش يعطيه النصيحه. ومن بعد لحظات طاحوا الجنود كاملين نصبوه الفرنسيين كيف ما كان جورج متوقع. اندلعت المعركه وقدر جيش ادوارد في الاول يسد الهجوم، ولكن بالزربه حاصرته القبائل المحليه بحال المره اللي فاتت، وبداو الرجال كيسقطوا قتل في كل بلاصه، وحتى اللي كانوا مخبيين بين الشجر ما كانوش في مأمن من الهجوم الفرنسي. قرر الجيش البريطاني يعاود يتجمع
حدا النهر، وحتى وهما كيتقدموا بقاو كيتعرضوا لاطلاق النار مره من بعد مره. كيفيق جورج في العربه وكتعاود القصه ترجع للبدايه ديالها، كيتجاهل الدوخه ديالو وكيدخل للقتال وكيقتل واحد من الفرنسيين قبل ما يركب العود ديالو ويمشي به للتل. كيقول ليه كاج باللي صحابو القدام كاينين في الخطوط الاماميه، وادوارد عطى الاوامر بالانسحاب، وداكشي علاش اي محاوله للانسحاب غادي تكون قاتله. جورج كيرفض يتخلى على رجالو وكيكمل طريقه وسط ساحه المعركه، كيتيري على الفرنسيين وكيتهرب من قذائف المدافع. في الاخر كيوصل الفريق اللي مخبي في الغابه، ولكن العود ديالو كتجي فيه قرطاسه وكيطيح جورج مغيب، وفي نفس الوقت كيتصاب ادوارد حتى هو. ملي فاق جورج جرى عند ادوارد واكتشف باللي كيج كان كيكذب وما كانش حتى شي اوامر بالانسحاب. طلب منه ادوارد يجمع الفريق ويرجعوا للور، وطلب منه حتى ياخذ العود ديالو وينقذ اكبر عدد ممكن من الرجال. وقبل ما يموت عطى ادوارد لجورج الوشاح ديالو. مشى جورج مباشره وسط الغابه وقال الجيش ديالو ما كاين حتى شي مجال للتراجع، وخاصهم يصمدوا ويشكلوا حرس خلفي ويديروا خط دفاعي بين الشجر، وبداو كيشيروا باش يمنعوا الفرنسيين ما يزيدوش لقدام. قال تاكر لجورج باللي الفريق القديم ديالهم مازال حدا النهر، فطلب منه جورج يعطيه شويه ديال الوقت باش يعتقهم. ملي وصل للنهر بقى غير عدد قليل من الرجال وما كانش عندهم البارود. مات واحد من العبيد وقرر الاخر يهرب، وبالزربه وصل جورج فوق العود ديال ادوارد وبدا كيقتل بعض الجنود الفرنسيين بالسيف ديالو. ملي بدا العدو كيتشيري عليه تشبت بالسرج باش يتخبى مور العود، ولكن طاح. وصل عنده واحد الجندي بالزربه، ولكن جورج طيحوا الارض وسرق السلاح ديالو. من بعد ما قتل عدد من الرجال وصل جورج لعند صحابه وامرهم يقاتلوا، وملي قالوا ليه ما عندهمش البارود رجع العبد ومعه برميل عامر بالبارود. جراو يتخباو مور واحد التل وبداو كيتشيريو وقدروا يطيحوا عدد من الجنود الفرنسيين. وملي طاح عدد كافي من الاعداء وبانت الثغره امر جورج صحابو يجريو اليمن قبل ما ينقز هو لساحه المعركه ويخلي راسو هدف. قتل بالزربه بعد الرجال، ولكن ملي حاصروه السكان الاصليين السلاح ديالو خسر. بداو رجال القبائل كيتشيريو عليه، ولكن غير القبعه ديالو هي اللي تصابت. من بعد عطى جورج الاشاره لتاكر باش يخرج مع باقي الجيش، وبداو كيلاهيو الفرنسيين باش المجموعه اللي كانت مور التل تقدر تندافع وتوصل لبلاصه امنه. كيكمل جورج يجري وسط ساحه المعركه والانفجارات باقيه كتنفجر حداه من كل جهه. من بعد لحظات وفي المعسكر صدم كيج ملي شاف جورج راجع ومع باقي الجيش. ملي كشف ليه جورج باللي كان كيكذب عليه قال كيج ان المعركه تخسرات وما كانش كتستاهل واحد يموت عليها. الوطن الحقيقي ديال كيج هو بريطانيا، ولكن هذه هي بلاد جورج. من بعد عرفت انا كريسون جورج على زعيم القبيله اللي عاونت الفرنسيين وشرح ليه باللي الرجال ديالو عمرهم ما كيخطئوا، وواخا هكاك ما قدر حتى واحد يضربو. كانت عند القبيله ديالو اسطوره على روح كتحمي الناس المختارين، وداكشي علاش اعتقد ان جورج تحمى بهذا الروح وبقى متذكر السميه ديالو. ملي رجع جورج للمدينه سماه روبرت رجل الساعه، وكشف ليه باللي اليوميات ديالو انتشرت في انجلترا ولاو الناس كاملين عارفين شنو واقع في المستعمرات. كون روبرت فوج من فيرجينيا فيه 1500 راجل، وكان هو الاول من نوعه في المستعمرات، وعرض على جورج مره اخرى رتبه عقيد. وافق جورج ولكن بشرط يتبدلوا الحوايج العسكريين. من بعد تلاقى جورج بالجنود ديالو ولقى كلشي لابس اللون الزرق بلاصه الاحمر تعبيرا على الفخر ديالهم بولايه فيرجينيا. ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد وتشوف المزيد من ملخصات الافلام. هكذا كيسالي الفيلم ديالنا. تهلاو في راسكم.